لانه ايضا في حتى ما ناخذوش الانتصار الاهلي المصري من الجانب السلبي فقط، لانه انتصار من الجانب الايجابي امر مهم جدا استاذ محمد الميغودي، خاصه بالنسبه لي انا في طريقه التعامل مع الضغط. لانه انا بالنسبه لي الاهلي المصري هو افضل فريق في العالم يتعامل مع الضغط. لماذا في العالم؟ لانه الجماهير العربيه والعقليه العربيه ليست عقليه بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونه وناس تتعامل مع الوضعيه بطريقه سلسه وبطريقه هينه، لا، هذه مساله كيان والانتصار له قيمه كبيره جدا، وممكن تمشي حتى عندها رواسب عائليه ورواسب اجتماعيه عند الهزيمه، وممكن يقوم باعمال لا اراك الله مكروها حتى تكون الامور واضحه. يعني الاهلي المصري في ظل هذا الضغط الكبير من الجماهير، يعني في ظل حتى السب والشتم وطريقه وفي وضعيه حرجه جدا، الاهلي المصري كان في الدوري المصري، خرج من كاس عالم بطريقه صعبه جدا مع باتشوكا، منهزم 1-0 امام شباب بالوزداد، ويجد الامكانيه ويجد الطاقه حتى يرجع لاعبين يتغيروا في بضع دقائق يصبحوا لاعبين اخرين، فريق يحقق سداسيه كامله. وعلى فكره ليست المره الاولى للاهلي المصري يخرج من مواقف صعبه، يخرج من ازمات بهذه الطريقه. الحقيقه اصبحت ثقافه يجب ان يحتذى بها استاذ محمد الميغودي. شخصيا او محاوله من الجواب على هذا السؤال، قد اقول لك بان اعتقد ان في الحلقه الماضيه او الحلقه ما قبل الماضيه حينما تعثر فريق الاهلي المصري وقلنا ان الكبار يتعثرون ولكن لا خوف عليهم، سرعان ما يخرجون من مثل هذه اللحظات الحزينه او اللحظات التي يكون فيها نوع من الخساره. فريق الاهلي المصري عزيزي هيكل هو فريق كبير، فريق حينما نقول فريق كبير هو ذلك الفريق الذي يتأهل او يتحضر تقنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا الى غير ذلك. وانا اعتقد قيمه اللاعبين الموجودين داخل الاهلي المصري وايضا حتى قيمه الطاقم التقني داخل الفريق الاهلي المصري بامكانهم ان يتجاوزوا هذه اللحظات الحرجه، وبالتالي ان لا خوف على مثل هذه الفرق او كما سميتها انت فريق عالمي في التعامل مع الضغط. انا شخصيا كنت اتوقع ان فريق الاهلي المصري سيعود مهما كانت قساوه بعض النتائج ومهما كانت بعض التعثرات. وان كنت ايضا قد اشارككم في النقاش السابق، انا لست متفق لا مع اللاعب ولا ايضا مع المسؤول الاداري الذي حرم الفريق من التفاعل مع الجماهير. لا قيمة لأي فريق كيفما كان إلا بجماهيره، والاعتذار للجماهير أنا أعتقد فيها إضافة، فيها تواضع وفيها كبرياء وفيها أيضا ربح مزدوج، لأنه ربح الجماهير وطوى هذه الصفحة وانطلق إلى صفحة جديدة.